هو احنا ليه لازم نفكر في التوفير لما نعيش في دولة أجنبية؟ بس هتكلم بالأخص عن روسيا علشان أنا فيها. أكيد كلنا عاوزين نشتري حاجات اللي احنا نفسنا فيها، من أكل بقى، شيبسيات، عصاير، مش عارف ايه، ويعني نتمنجه، يعني اللي هو نعيش حياتنا بمعنى الأصح. بس لازم تحط حاجة في دماغك، إن أنت لو رحت دولة أجنبية فأنت رحت دولة أجنبية، اللي هو أنت لوحدك رحت، مش أنت وأهلك، لا أنت لوحدك بس، يعني مفيش لك سند. يعني اللي هو لو انت ضيعت الفلوس، الخسران هيكون انت. في الدولة بتاعتنا اللي احنا بنكون عايشين فيها، عندنا البيت بتاعنا او شقتنا الاخ، يعني ممكن نصرف لها ايجار، ممكن تكون بتاعتنا ملك ما نصرفش ايجار الاخ، يعني حاجة متيسر. بس انت في دولة اجنبية لازم تأجر، لازم تدفع فلوس ايجار وكهرباء ومية، غير بقى المواصلات والنت والاكل إلخ. يعني بخط عريض كده، انت لو صرفت الفلوس في حاجات ملهاش لازمة، اللي هو تسالي بقى او اي وسائل تانية، فانت الخسران. بالمعنى الاصح الخسران هيكون انت. انا بتكلم بالتحديد عن دولة روسيا علشان انا عايش في روسيا، هكمل هو 3 سنين عايش في روسيا، فاتكلم بالاخص عن روسيا عشان انا عايش فيها. بس عادي ممكن تاخد النصايح تطبقها في المانيا، في امريكا الخ، يعني بس عامة دول اجنبية انت عايش فيها. انا ما قلتلكش انك ما تصرفش فلوس وتعيش كئيب كده وتقفل على نفسك، لا، ممكن تجيب شيبسي او عصاير او بتاع، بس مش كل يوم، اللي هو خليك معتدل شويه كده وشويه كده. وانا بالفعل عملت شويه فيديوهات عن ازاي توفر فلوسك في روسيا، هتلاقيها على القناه، برضه هسيبهم لك في الوصف، في التعليقات كده. يعني مش اول مره اقول لكم عن نصايح يعني، بس برضه مع مرور الايام الواحد بيتعلم حاجات جديده، الواحد تفكيره بيختلف، او بيتعلم معلومات جديده ممكن يكون غلطان فيها زمان، ممكن تتصحح، ممكن في حاجات جديده الواحد عرفها، حاجه جديده اتغيرت في الدنيا، فالواحد لازم يقولها وكده. عشان كده دايما يا جماعه بقول لكم المعلومه ما تخلوهاش تقف عندكم. يعني لو اتعلمت حاجه من الفيديو، استفدت حاجه من الفيديو، شير اديها للناس غيرك ممكن يستفادوا، تاخد حسنات، اخد حسنات، الدنيا ماشيه. انا عارف ان انا ما كنتش منتظم مع الفيديوهات الفتره الاخيره، مثلا كنت بنزل فيديو كل اسبوعين، فيديو كل شهر، مش عارف ايه، عشان شويه ضغوطات، بس الحمد لله خلاص كل حاجه اتظبطت وهنرجع واجمد من الاول ان شاء الله. صور شويه من البيت، صور شويه بره في الشارع، اصور شويه في المحلات، اصور، يعني هحاول انا على قد ما اقدر، على قد استطاعتي، فاعذروني بقى. وطبعا يا جماعه اللايك بتاعكم والشير والكلام ده كله دعم ليا عشان اكمل، و تخلي الواحد مبسوط ان يشوف الفيديو بتاعه مشاهدات كتيره، مش عارف لايكات وكلام ده، وتعليقك بقى الحلو كده. تعالوا بقى نرجع لموضوعنا. تعالوا بس اقول لكم، انت لو جيت روسيا هتصرف ايه؟ هتصرف فلوسك في ايه؟ كلامي بالاخص للناس الجديده اللي جايه روسيا او اللي في روسيا وتفكيرهم يعني ما عرفوش الدنيا على قد كده يعني في روسيا. بص يا جماعه، في الحاجه الاولانيه انك لما تيجي روسيا تصرف اول حاجه هو السكن. طبعا السكن بتاعك، انك عايش في هوستل اللي هو مكان مشترك يعيش فيه كتير، عايش في شقه، عايش في اوضه زي كده، عايش في اي حته، تصرف في سكن. تاني حاجه لما تروح الجامعه فلازم تصرف مواصلات، فمواصلات. تالت حاجه انت طبعا بنحتاج التليفون في كل حاجه في حياتنا، كل حاجه حرفيا في حياتنا، فلازم نت ودقايق بقى وكده عشان تكلم الناس. رابع حاجه بقى اللي هو اللي طبعا من غير اكل هتموت، فلازمك. خامس حاجه هي حاجات بقى اضافيه، شبه حاجات بقى العنايه بالنفس، مزيل عرق، مش عارف، معجون اسنان، فرشه اسنان وكلام من ده. وسادس حاجه الحاجات بتاعه الجامعه اللي هي مستلزمات الجامعه، كشاكيل واقلام وكلام من ده. وسابع حاجه اللي هي مش دايما بنشتريها، اللي هي ادوات الاسنان او ادوات الطب البشري، الى فالطو، مش عارف، كروكس اللي هو الجزمه البيضه ديت، ادوات الاسنان بنجيب فانتوم، ادوات حفر، مش عارف ايه، يعني مش دايما بتشتريها، مثلا كل فتره وفتره، فعشان كده بقول حاجه اضافيه. يعني غير كده هتروح الحلاق فحلاقه برضه، فكده حوالي 8 حاجات اساسيه تصرف فيها فلوس. وطبعا فوق ده كله فلوس الجامعه او مصاريف الجامعه. فشوف انا عديت لك كام حاجه من الحاجات دي. انت بقى لو رحت صرفت فلوسك في حاجه بره الحاجات ديت بقى، تسليه، مش عارف ايه، كلام من ده، خروجات كتير قوي وكلام من ده، هتلاقي كل فلوسك ضاعت، ومش هتلاقي فلوس للحاجات اللي هي اصلا انت جاي علشان تصرف فلوسك فيها. حياه كده يا جماعه. الشقه على سبيل المثال، انا شايف انت لو قاعد في شقه او قاعد في اوضه في هوستل او قاعد في اي حته، اكتر من
8000 روبل مثلا هتدفعهم كتير، يعني ادفع 8000. اكتر من 8000 انا شايفها كتير، ممكن تدفع 8 9، اكتر من كده كتير انا شايف. يعني المواصلات عندنا عملت قبل كده فيديو عن كارت المواصلات، كارت المواصلات العامه، تركب مواصلات وانت رايح وانت جاي من غير حدود بفلوس ثابته في الشهر، فحاجه مريحه. والنت انا بعمل نت من شريحه يوتا علشان بعرف اشيل فيها الدقايق، اخلي تطبيقات غير محدود النت براحتي، اتحكم براحتي بالشريحه على الاساس اللي انا عاوزه يعني. والاكل بنحاول نوفر على قد ما نقدر، مش بنحرم نفسنا، بس مش بنجيب الحاجات مثلا الغاليه قوي او التسليه بقى والشيبسي والحاجات دي، مش كل يوم يعني، على قد المعقول. يبقى برضه يا جماعه قولوا لي في التعليقات تحت ايه هي نصايحكم او ايه الحاجات اللي شايفينها توفر بقى فلوس او كلام من ده، وبرضه اكتبوا لي افكار فيديوهات اللي انتوا عاوزينها. سؤال بقى، الواحد لما يعيش في روسيا هل بيصرف كتير ولا قليل؟ طب انا بص، عشان اجاوب على السؤال ده هقول لك في المتوسط الشخص علشان يصرف الثمان او 9 حاجات اللي انا قلتها لك دول في الشهر بيصرف من اعتبرهم من 10000 ل 15000. ده المتوسط. في ناس ممكن يصرفوا اقل من 10000، ممكن يصرفوا 8 7 في الشهر على كل حاجه، في ناس يصرفوا اكتر من 15000 طبعا، في ناس يصرفوا 20000 كده، ده على حسب الشخص. بس في المتوسط من 10 ل 15000 روبل في الشهر، ده المتوسط الواحد بيصرفه في روسيا. اقسمها بقى على 2.1 هتلاقيها بالجنيه حوالي 7000 جنيه ولا حاجه. تخيل 7000 جنيه الواحد بيصرفها في الشهر في روسيا. 7000 جنيه ده متوسط، كتير يعني، مش هنهزر. وبس يا جماعه، ده كان فيديو بس قصير صغير علشان ارجع بس اليوتيوب واحده واحده، وان شاء الله الجاي احسن. بس اكتبوا لي بقى في التعليقات تحت رايكم وكلام من ده، لايكات وشير وشكرا على المشاهده، واشوفكم بقى فيديو جاي، ورمضان كريم، وسلام.